نقول مبروك للأخضر السعودي، وأيضا مبروك لجماهير الأخضر السعودي. معنا أحد أبطال وأسود هذه المباراة اليوم، وحامي العرين محمد عويس. كابتن مبروك. الله يبارك فيك، يطول عمرك. ما أنت قادر تعبر. اي والله صراحة. أفضل لاعب في المباراة أيضا. يا رب لك الحمد. اليوم كلنا كنا الحمد لله كنا مركزين ولعبنا 100%، ولعبنا مباراة مميزة. يا رب لك الحمد. أنا واحد من نجوم هذه المباراة، بس أنا ماني بالنجم الأوحد. اليوم ال11 كلهم، واللعيبة اللي نزلوا، واللعيبة اللي ساندونا من برا، والجهاز الفني والإداري والطبي، والكل عمل على أكمل وجه لتحضيرنا للمباراة هذه. يعني اليوم قاعدين نلعب ضد فريق مرشح للبطولة، ما هو مرشح إنه يتأهل من المجموعة حقتنا. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. توفيق رب العالمين. اليوم حصدنا أهم 3 نقاط في مشوارنا اليوم في كأس العالم. ترى على فكرة مش موضوع حصري على السعودية، ولكن اليوم الخليج كله والعرب اليوم كلهم فرحانين. اليوم يعني انتصار في بداية كأس العالم. توفيق رب العالمين. والشيء الثاني إن اليوم قاعدين نلعب على أرضنا مع جمهورنا. هذا الشيء فرق معنا. أنا أتوقع وأتمنى وأدعي أن الفرق العربية تستغل عامل الجمهور وعامل الملعب والأجواء، لأن اليوم قاعدين نلعب على أرضنا. اليوم حنا كعرب قاعدين نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا. هذا أدفانتج يعطيك، هذا أول شيء يعطيك أفضلية على الخصم. كان من يكون اليوم فزنا على واحد من المرشحين في البطولة أنه يحصدها، واحد ممكن يكون المرشح الأول أنه يحصد هذا البطولة. فرق معنا هذا الشيء ترك بمراحل ضوئية الأرض والجمهور. ويا رب لك الحمد، وإن شاء الله أن نستغلها في المباراتين الجاية ونتأهل من دور المجموعات بإذن الله إن شاء الله. بس سؤال أخير قبل، لأن عندك مؤتمر صحفي الآن، لكن شفتك نهاية المباراة يوم صار الاصطدام بينك وبين ياسر، طحت. يعني الشعور اللي كان جاك. مشكلة ما حد يعرف الإحساس، لأنه مرت علي من قصيرة. إن شاء الله جيت الغرفة؟ إيه شفته؟ الحمد لله. سلمت عليه؟ طيب. باركت له؟ طيب. واحنا نرجع نقول لك مبروك يا كابتن محمد.